لو أنا ماسك موقع منتجات جديد لسه معمول من كام شهر عليه 3 منتجات بس، إيه أحسن حاجة أقدر أقدّمها للعميل كشغل سريع؟ السيناريو ده أنا مرّيت فيه قبل كده مع أحد العملا وكان المنتج بيبيع سلعة واحدة أو بيبيع منتج واحد بس، فهنا خلّينا نشتغل بطريقة بنسميها الmarketing funnel. طيب إزاي بنطبّق الموضوع ده في الSEO لمّا إحنا نيجي بنتكلم؟ أول حاجة دلوقتي أنا عندي منتج واحد بس ممكن أشتغل عليه، فبالتالي أنا مش عندي أريحية في keywords كتير، مش عندي أريحية في أكتر من منتج أجرّب عليه. فأول حاجة أعملها إن أنا لو عندي منتج أو 2 أو 3 إن أنا أتأكد بنسبة 100% إن أنا مسكت أعلى نتائج في ال3 منتجات دول، وطبعًا المطلوب SEO plan محترمة عشان أغطي وعشان أمسك النتايج دي كلها. الجزء اللي بعد كده وهو موضوع إن أنا أبدأ أشتغل على البلوجز، بمعنى إن أنا لو باشتغل على مجال بيبيع سلعة معينة، فأنا بابدأ أشتغل على السلعة دي في نطاق آخر. هادّيك مثال بسيط، لو أنت شغال على ويب سايت بيبيع سجادة صلاة واحدة بس، كمثال يعني تمام، فبالتالي لو أنت عملت keyword research على البلوجز هتلاحظ إن في ناس بيدوّروا على أنا طبعًا بادّي أمثلة، مثلًا سجادة صلاة مش مضرة للركبة، ده ناس كبيرة بيدوّروا على الحاجات دي، سجادة صلاة فوم، سجادة صلاة من خامة ناعمة، سجادة صلاة ما أعرفش عليها نقش كذا، فبالتالي أنت بتبدأ تشتغل بلوجز ومن خلال البلوجز دي بتبدأ تروّج لسجادة الصلاة اللي أنت بتبيعها في الموقع بتاعك. طبعًا ده مثال سريع كده باتكلم عنه ويمكن تطبيقه على تقريبًا جميع المنتجات اللي أنت ممكن بتبيعها، فبالتالي أنا باشوف المجال بتاعي، باشوف ال3 منتجات اللي موجودين عندي وبابدأ أطلع بيهم ببلوجز وبابدأ أروّج للمنتجات ال3 بتوعي في البلوجز دي بشكل غير مباشر، وبابدأ آخد العملا من مرحلة الawareness للengagement للconversion وهكذا في قمع التسويق بالكامل اللي أنا قُلت أنت تروح تبحث عنه وهتستفيد بيه. ولو عندك أي سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لأكتر من 15,000 عضو على advanced digital marketing group.